هلا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم اجيتكم بفيديو جديد. عندي سؤال لكم. امهاتكم كانوا يستخدموا الشمندر بالطبخ؟ يعني انا ما بتذكر امي انه كانت تحط الشمندر بالطبخ ابدا. الشيء الوحيد اللي كانت تعمله انه تحط الشمندر مع المخلل مشان ياخذ لون احمر بس. وهلا الله يخلي لنا الاي اي صرنا نعرف انه في له فوائد كتير وغني بالحديد. فاليوم جبت لكم بوصفة جبتها من روسيا، بس عدلت عليها شوي مشان تناسبنا وتناسبكم. ولادكم كتير رح يحبوها ومليانة فيتامينات ومعادن وحديد. خليكم معي لتشوفوا الوصفة. اليوم وصفتنا اسمها شوربة البورش الروسية. اول شي يا صبايا اللي لازم اعمله اني لازم اسلق الفروج، وهلا رح اضيف عليها المي وبضيف المطيبات وبحطن على النار لبين ما تستوي اللحمة. كون انا جهزت الخلطة. وتعالوا خبركن شو قصة هاي الطبخة. هاي الطبخة اخترعوها بزمن الحرب من زمان كتير. وليش اختاروا هاي المكونات بالذات؟ لانه كانت ارخص شي بالسوق. الشمندر والبصل والجزر والبطاطا والملفوف كانوا ارخص شي، وطلعت معهم اطيب طبخة. بس هون انا ما رح ضيف الملفوف، بس اذا انتم بتحبوا ضيفوه، انا ما بحبه. هون لازم نقطع البصل لقطع صغيرة، شايفين بهذا الشكل. هلا بنجيب اي مقلاية عنا بنحط فيها البصل، وهلا بتلزمنا البشارة. الشمندر والجزر بهاي الوصفة لازم ينبشروا. بنحط الجزر كمان على جنب، وهلا صار دور نبرش الشمندر وبنضيفهم مع الجزر. وشو بيلزمنا كمان؟ بطاطا. حطوا بطاطا حبتين ثلاثة قد ما بدكم. بنقطعها لمكعبات وبنحطهم على جنب. وبعد ما استوت عنا الشوربة لازم نضيف عليها كزبرة وثوم. رح نفرمهم فرم ناعم. الكزبرة بتعطي الشوربة طعم كتير طيبة. هلا لازم نحمر البصل. رح احط زيت فوق البصل. بنجيب معلقة خشب مشان ما تخترب المقلاية. بنضل بنحرك لبين ما يدبل البصل. بعدها بضيف الجزر والشمندر وبنحط فوقن معلقة دبس البندورة. هلا بنخليهم على النار لبين ما يدبلوا. هلا بنرفعهم من على النار، بنحطها على جنب. بنجيب المي اللي سلقنا فيها اللحمة. لازم نحط البطاطا هي تغلي شوي، بعدين بحط الجزر والشمندر. بعد ما استوت اللحمة فيكم تفرطوها او فيكم تقطعوها. انا لانه سخنة رح اقطعها. هون البطاطا استوت عنا نص استوى. رح ضيف باقي المكونات عليها، خليهم يغلوا لمدة ربع ساعة وبعدها بطفي النار. وهلا بضيف اللحمة، وهلا بشغل الغاز. رح اضيف معلقة ملح. طبعا هن بيحطوا لها كمان شوية سكر، بس نحن ما رح نحط سكر. نص معلقة فلفل اسود. واطيب مرحلة واحلى مرحلة هي لما نضيف الكزبرة والثوم للطبخة. بيعطيها طعم كتير كتير طيبة ورح تفرق معكم. شوفوا لي على هاللون ما احلى، ولا الريحة تاخدكم لعالم تاني. طبعا كل سوب بنعمله نحن لازم نعمل جنبه رز. يعني ادعوا ما حدا من الروس يشوفنا. خلونا ندوق. الله، هذا صحن الفيتامينات والمعادن والحديد. ولادكم كتير رح يحبوه. هاي الوصفة بتجنن ورح تدعوا لي، صدقوني كتير.